مواليد برج الثور، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا من الفيديو اللي فات. برج الثور النهارده ان شاء الله هنعمل القراءه ليك، والقراءه دي هتكون من النص الاول من شهر اغسطس عام 2024. هنتكلم عن المال والصحه والعمل والاسره والعاطفه وازاي مرتبطين ومنفصلين كراش. قبل ما نبدا بتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه هيتواصلوا على الواتساب اللي موجود في صندوق الوصف، هترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. بالنسبه للقراءات المجانيه اكتبوا كومنت كتير على قد ما تقدروا بعد ما تعملوا لايك والشير، والفيديو اللي بيجيب اعلى نسبه مشاهده هو ده اللي بيحصل معانا على قراءه مجانيه، وان شاء الله تكون او تكوني من سعداء الحظ اللي فوز معانا بالقراءه. يلا نسمي بالله ونبدا نوزع الكروت. بسم الله. بس الكروت اللي وقعت في جنب دي بصراحه هاخدها. بسم الله. بصوا بقى، اول حاجه هنتكلم على الصعيد العملي لاصحاب برج الثور. بص يا ثور، اصحاب برج الثور الامور العمليه ممكن يحصل فيها بعض التعرقلات، ولكن قادر ان انت تتجاوز وقادر ان انت تنجح ان شاء الله باذن الله. ايا كانت التحديات قدامك ايه، ما شاء الله شايفه ان انت عندك ازدهار عملي ونجاح، ولكن بعد النجاح انت هتبدا ان انت تتكاسل عن العمل، وده الغريب اللي انا شايفاه في الطاقه بتاعتك. يعني الواحد لما بينجح بيتنشط اكتر، بياخد باور اكتر ان هو ايه، عايز ينجح اكتر واكتر يعني. شايفه ان انت هتبقى العكس، انت هتنجح فتتكاسل، ده غلط. استمر بكل قوتك يا اصحاب برج الثور علشان تكون على راس القائمه. حفز نفسك طول الوقت. شايفاك ان انت بتقعد تخطط لعملك وبتظبط مثلا امورك العمليه، بكره هتمشي ازاي، وهتظبط المنبه وبعدين تخش تنام وبعدين تصحى تقفل المنبه وتكمل نوم. بتكبر دماغك عن العمل كتير قوي، فخلي بالك كويس جدا من النقطه دي. وممكن البعض يكون هو بيعمل كده، في ناس ناجحه في عملها ويعني ماشيه على الساعه وامورها متظبطه، وفي ناس لا، واخده الموضوع تكاسل في تكاسل في تكاسل يعني. فالناس دلوقتي الموضوع كسر، خلي بالكم. طب لو انت لا تعمل، في عمل جاي لك من الاصدقاء او الاقارب، وربنا ان شاء الله يعني هيوفقك فيه. على الصعيد المادي عندك مشتريات كتيره قوي الفتره دي، ويعني وهتدفع كتير فيها، ولكن الاموال داخله ليك بشكل مستمر. على الصعيد الدراسي امورك الدراسيه شايفاها على ما يرام. على الصعيد الاسري شايفه بعض اصحاب برج الثور متجنب الكلام مع الاسره. يعني لو لقيت في مشادات بتدخل الاوضه تقفل على نفسك. وخلي بالك كويس جدا من سيدات العائله. يعني خلي بالك كده ايه، مرات اخوك يا عمتك، خليك بالك منهم شويه. على الصعيد الصحي شايفاك ان انت محتاج تروح لدكتور تعالج شيء معين وتاجله، بس لازم تروح ولا تستهين بصحتك يا اصحاب برج الثور. الطاقه العامه انا شايفه برج الثور مش ماشي تبع القافله خالص. يعني كل الناس ماشيه في اتجاه وانت قاعد تتفرج عليهم، انت ما تمشيش نفس الاتجاه اللي الناس ماشيه فيه. انت ليك افكارك، ليك تفكير خارج الصندوق. شايفه ان في مصالحات مع بعض الاشخاص هتحصل في شهر اغسطس. عليك والهدوء يا برج الثور طول الشهر. حاول تكون هادي على قد ما تقدر، مبقاش تتعصب او تاخد قرارات سريعه. اي معاكسات تقابلك حاول ان انت تعديها وتكبر دماغك. في شيء هيحصل اول شهر، يعني في اغسطس كده في النص كده، في شيء هيحصل هيكون قاسي شويه عليك ولكن هتعديه. انت هتكون عقلاني وهتحاول تكون حكيم، بس العصبيه ممكن تغلبها، فخلي بالك. عشان كده بحذرك من العصبيه. حاول تشوش شرطك او شمالك، حاول تتجنب العدوات. ممكن ترمي كلمه على فيسبوك او انت تقول كلمه لحد ما تعجبوش. لو انت بنت يعني المجتمع يحب الفضايح والقيل والقال وما هيصدق يمسك عليكي كلمه. ممكن بالعائله او خارج العائله، يعني انت تعبان قوي مع الشخص ده.
آه، الناس دي حسابهم عند ربنا، بسيبهم لربهم. قول يا رب انت حسبي وكيلي. ويعني بص ادعي عليهم ان ربنا يجيب لك حقك، يجيب لك حقي من الاشخاص دي. تمام. ولكن ما تعملش انت اي حاجه خالص يا برج الثور. شايفه ان انت روحانيتك عاليه قوي، ركز عليها قوي قوي يا برج الثور. اي حلم تحلمه ما تستهينش بيه، انت بتتوقع الاشياء قبل حدوثها. خلي بالك كويس جدا، النقطه دي قويه جدا عندك. انت هتحاول الفتره اللي جايه تكون غامض شويه، هتخبي على احوالك. هتحاول قد ما تقدر انت ما تعرفش حتى حاجه عنك. فشايفه ان ده شيء صحي جدا ان انت تعمله. البعض من اصحاب برج الثور شايفه ان انت عندك حركه تنقلات او حركه سفر او هتنتقل من بيت لبيت وهكذا يعني. فشايفه ان في حركه تنقلات كبيره. برج الثور، اقرا في كتابك قدر المستطاع. لو عندك عمل او سحر، فاللي هيفك الموضوع ده شخص مش من دينك خالص يا برج الثور. شخص مش من دينك هو اللي هيفك لك الموضوع ده. يبقى انت مركز مع اشخاص مش من دينك، فهو ده شخص مش من دينك هو اللي هيفك الموضوع ده على فكره. وتجنب اصدقاء السوء، لان في حد برضو يعني شايفاه ان هو مش لطيف خالص موجود معاك يا برج الثور بشكل كبير. طيب بصوا الكارت هنا بيقول لك ان ايه، ممكن تقابل بعض العقبات الفتره اللي جايه، والوقت ده مش مناسب للتغيير خالص يعني. الوقت ده مش مناسب ان انت تعمل اي شيء في تغيير في حياتك خالص. بيقول لك انتظر، عليك والانتظار علشان ان شاء الله باذن الله توصل للي انت عايزه. عايزين بقى نتكلم عن العاطفه. هنتكلم عن العزاب الاول ثم المرتبطين. مين هم المرتبطين؟ ممكن هم المتزوجين اللي بيحبوا بعض، اللي بيكرشوا على بعض، كل ما هو تحت مسمى متزوج يعني او مرتبط. بص يا برج الثور، شايفه ان انت هنا نهيت علاقه او سبت علاقه ومشيت يا برج الثور. واخد موقف قوي جدا من العلاقه دي. ممكن يكون حصل خيانه او الشخص ده سابك وراح لغيرك. ولكن بص يا برج الثور، ربنا مش هيبارك للشخص ده. والنار اللي جواك دي هتطفي، ما تقلقش، ربك كبير. يعني العلاقه دي كانت متعبه، ويعني وتعبتك كتير قوي قوي، وشايفه ان انت رايح للافضل، انت رايح لشيء احسن وافضل يا برج الثور، فما تقلقش. يعني بصوا، لو انت في حياتك حد مع حاليا وطلبت منه ارتباط وقال لك مش في دماغ الارتباط حاليا، ابعد فورا. في شخص معجب بيك بيبص عليك، هيقرب منك على فكره، هيطلب منك الارتباط ويحصل شيء رسمي مع الشخص ده. شايفه ان مش شخص واحد معجب بيك، ده اكتر من شخص معجبين باصحاب برج الثور، ولكن واحد بس هو اللي هيكون جاي. اتمنى ان انت ما تاخدش قرار قاطع ان انت لا انا مش هرتبط من غير ان انت لما تشوف الشخص ده وتقعد تتكلم معاه. ممكن يكون معاك في العمل بس انت ما عدتش اتكلمت معاه او عن حياته او هكذا يعني. اما بالنسبه للمرتبطين، للاسف للاسف انا شايفه ان انت هتشوف ما وراء الستار، هتشوف الكواليس، وده شيء انت كنت شاكك فيه او بتدور وراه، بس اما تعرف مش هترتاح. الشيء ده يخص طرف تالت على فكره. وما تعرف ان في طرف تالت في العلاقه هتقلب الدنيا، وحقك ان انت تعمل كده. بس لو في اطفال اتمنى ان ما يكونش قدامهم. اتمنى ان انت تفكر تاني. تفكر في قصه الانفصال دي. للتوضيح بس عايزه اقول حاجه، الكلام هنا مش للكل. ممكن عشريه واحده اللي هتعاني الفتره اللي جايه من وجود طرف تالت، ده بالنسبه للمرتبطين. عشريه واحده بس اللي هتعاني من وجود طرف تالت، ولكن بقيه العشريات لا تعاني من وجود طرف تالت. ولكن انت لو شاكك في الشخص اللي معاك وبتدور وراه عشان بدات تمسك خيط وعايز تمسك خيط وعايز تكره للاخر، بقول لك في طرف تالت. حسيت الشخص ده متغير، الشخص ده غريب، الشخص ده مش مظبوط، في طرف تالت. ولكن لو الشخص ده بيحبك وزي الفل، فما فيش اطراف تالته. لو مش متغير معاك والدنيا لطيفه وانت شاكك فيه، يعني خلاص مش شاكك فيه خلاص يعني. يعني انا شايفه هنا عندك نهايه وبدايه اصحاب برج الثور. يعني في شيء هينتهي في حياتك وفي بدايه جديده. الطار هنا بينصحك ان انت تركز على نفسك وتركز على عملك. حتى انت لو لا تعمل، الطار بيقول لك لا لازم تشتغل. انت عندك كل حاجه تقدر ان انت يعني عندك كل حاجه تخليك ان انت تنجح. اي مجال هتخش فيه انت مثلا متعلم كذا حاجه او عارف تعمل كذا حاجه ممكن تعمل بيهم عمل يعني. فانت عندك هنا كل المقومات اللي تقدر تشتغل تقدر تنجح.
خلينا نتكاسل. هو الخوف هنا على المرتبطين، الشجرة اللي بينكم شايفاها نشفت، وكأن اللي بينك وبين الزوج مثلا كلام على الأموال فقط. فين المشاعر، فين الحب اللي هنا؟ كل ده مش موجود حاليا. فالفترة دي من الواضح ان هي مش فترة مشاعر لأصحاب برج الثور على قد ما هي فترة تحديات. فهدي شوية وفكر شوية بعقلانية، بالأخص لو في أطفال. بصوا عايزين نتكلم بقى عن المنفصلين برضو، نشوف هما كمان عايزين يقولوا ايه ولا يعملوا ايه، ايه اللي بيدور في دماغهم. مش عارفه، شايفاك ان انت يعني انتظار ورخبة امل، يعني انتظرت شيء وبعدين كنت منتظر حاجه تحصل معينه وما حصلتش مثلا، حاجه زي كده. طيب بصوا، برج الثور هنا الطاقه بتاعتك بتقول لي ان انت هتجامل اللي هيجيلك وقت فراغه، وهتقدر اللي هيجيلك وقت فراغك، ولكن هتتمسك بالشخص اللي هيفضي من وقته علشانك. الكلمتين دول بيحكوا قصة أصحاب برج الثور، لأن أنت كنت بتعاني إن أنت مش لاقي حبيبك، بتعاني إن هو مشغول طول الوقت، أو هو مثلا في الشغل فتتصل بيه فيقول لك طب أنا لما أرجع البيت هكلمك، يرجع البيت ما يكلمكش، أو يرجع البيت بصوا يعني كأنك ولا هنا. أنت كنت بتعاني من تجاهل، بتعاني من شخص بيعاملك مش نفس معاملتك ليه. الحاجات دي كنت بتعاني منها يعني الفترة اللي فاتت. الفترة اللي انت كنت مرتبط بيها بعد الانفصال، برج الثور دخل في دوامة وقلبه اتكسر وبكيت. كنت بتتعصب وصوتك بيعلى، يعني كل ده بيتعمله علشان اللي جواك صعب ان انت توصفه، صعب ان يحس بيك، فكنت بتطلعه في عصبية، صوت عالي، انعزال، بكاء. زعلان برج الثور على حاله، يعني كل حاجة اتمنيتها حسيت ان انت افتقدتها. شايفه ان وجعك كان كبير قوي يا برج الثور، انت حبيت الشخص ده قوي وحبيته من كل قلبك، فعشان كده وجعك يعني مش على قد الحب، لا، كان اضعاف 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 ما حبيت الشخص ده. في نهايات علاقات كده يعني بيكون لها اسباب، يعني ان انت تنهي وتبعد وتكره. مثلا الشخص ده خانك، هتبعد علشان في سبب للخيانه، فانت هتكرهه علشان خانك، او هتبص له بصه كده سلبيه او وحشه، او الشخص ده كان بيعمل معاك مشاكل فكان بيقول لك كلام جارح، كلام الجارح ده هتفكر فيه فهتلاقي سبب يعني تكرهه علشان قال لك الكلمه الفلانيه، او مثلا قل من قيمتك مثلا. يعني في اسباب للكره، بس الاصعب من كل ده ان انت تفارق الشخص لمجرد ان انت مش نصيبه، ده اصعب. هو لا خاين ولا كذاب ولا اي حاجه، بس انتوا فارقتوا بعض علشان انتوا مش نصيب بعض، ده اللي اصعب. او يكون مثلا هو ديانه وانت ديانه، همثلك زي ايه؟ اما يكون كل واحد ديانه وبتحبوا بعض، دي عامله بالظبط زي العصفور اما يحب سمكه، هيعيشوا فين؟ هيعيشوا في الهواء ولا في الميه؟ لو حد فيهم تلاتة عشان يعيش مع الشخص التاني هيموت، لان العصفور ما يقدرش ان هو يعيش في ميه، ولا سمكه تقدر تعيش في الهواء. فشايفه النصيب هو اللي فرق بينك وبين الشخص ده. العلاقه دي شايفاها علاقه قدريه جدا، ربنا حطكوا في طريق بعض علشان كان ليه حكمه معينه. شايفاك ان انت بالذات بتحب الشخص ده يا برج الثور، وعندك حنين واشتياق، ومتألم جدا جدا من غير الشخص ده، ولكن صدمتك في الشخص ده كانت كبيره برضه، ان انت بعد ما فرقت الشخص ده او بعد ما سبتوا بعض، انت فاجئت ان هو ارتبط بعد الانفصال، وانت ما كنتش متخيل ان هو يعمل كده او هيقدر يعمل كده. وده للبعض مش للجميع، يعني ممكن الشخص ده يكون ارتبط، لو ارتبط انت هتكون عارف، وممكن ما يكونش ارتبط. شايفه برج الثور هنا بيقول لي انا مجروح، انا مجروح قوي من الشخص ده،
بالاخص لو حبيبك هو اللي انهى العلاقه. ولكن برج الثور هنا بيقول لي انا بتظاهر ان انا كويس، بس انا من جوايا مش كويس. انا بتظاهر ان هو مش فارق معايا، بس هو فارق معايا. انت بتفكر في كل حاجه بس مش قايل عليها لحد، حتى اقرب القريبين مش قايل لهم. لا، ظاهر قدامهم ان انت كويس، انا قوي، انا ما اتاثرتش، انا الدنيا تمام. بس هي مش تمام، مش تمام من جواك يا برج الثور. بس الحقيقه اللي انا شايفاه جوه اصحاب برج الثور هو صعب يتوصف. حاجه كده وكانه مرار جواك. حتى لو الانفصال ده مده قريبه او مده بعيده، مهما عمل فيك الحبيب هو بالنسبه لك حاله خاصه، صعب ان هي تتكرر او تتعوض. كان احساسك مع الشخص ده مختلف، راحت معاه مختلفه، رغم زعلك منه وانك دلوقتي مش عايز تشوف وشه. بس انت كنت سعيد في العلاقه دي. عايزين نتكلم في طاقه الحبيب. بصوا يا جماعه، بصوا الشخص ده حاليا شغال على نفسه كويس جدا، شغال على مستقبله، وبص يعني بيشتغل على نفسه بشكل كبير. الشخص ده هو اللي بعده سمك يا برج الثور. هو حاسس ان هو مخنوق في العلاقه، حاسس ان هو متضايق، حاسس ان هو لا انا مش عايز اكمل. الشخص ده بعد الانفصال رفع سيفه عليك وما جربش ان هو يتواصل معاك ولا مره بعد الانفصال. مع اني انا شايفه ان كان في حب في العلاقه دي، وكان في ذكريات كتير قوي في العلاقه دي. واضح ان العلاقه ما كانتش شهر ولا اتنين، ده ممكن كانت سنه، سنتين، 3 سنين، وهكذا. الشخص ده حاسس ان هو دلوقتي عنده ضبابية شوية، مش شايف الامور واضحة، احاسيسه غريبة شوية. بس الاكيد اللي انا شايفاه ان هو شايل الهم. الشخص ده برج الثور، ممكن الشخص ده مسؤول على اسرته او عن عيلته فشايل الهم. برج الثور الشخص ده على قد ما شاف العلاقة فيها حاجات سلبية وكان فيها مشاكل وكان فيها عدم اتفاق، بس كان فيها حاجات ايجابية. الشخص ده دماغه وجعه من كتر التفكير، حاسس ان هو ضيعك من ايده. هو عارف كويس جدا ان انت حبيته، وعارف ان انت حبيته من كل قلبك، وشايفك بصورة حلوة جدا، شايفك بصورة جميلة جدا. ولكن يعني في حاجة حصلت خلت الموازين اختلفت. في بلوكات معمولة بينك وبين الشخص ده. يعني انت كنت شاكك في الشخص ده طول الوقت انه بيعمل حاجة غلط او بيتكلم مع حد، وما دورت وراه شكوكك طلعت في محلها. انا عندي كروت بتقول لي ان في طرف ثالث، وعندي كارت واحد عند اصحاب برج الثور. فمن الواضح كده ان كان في طرف ثالث قوي جدا موجود في العلاقه دي، او بعد ما سابك راح للطرف الثالث ده، او الطرف الثالث ده لو انتم متزوجين اهل تدخلوا بوظ العلاقه. المهم ان كان في طرف ثالث او هو كان بيكلم حد وهكذا. يعني انتوا كنتوا توأم شعلة، ولكن الحب يختلف. انت بتحبه اكتر، معطاء اكتر، معطاء حب ومشاعر واهتمام وكل شيء. انت لو كان الشخص ده طلب عينك يا برج الثور ما كنتش هتقوله لا، ولا كنت هتفكر اساسا. الحبيب هو شخص هادي او شخص بارد، وانت كنت عصبي شويه. شايفاك ان انت كنت واخد الامور باستعجال شويه. اصحاب برج الثور يعني غير هو تماما، كان واخد الامور على هادي خالص. هو شايفك ان انت عصبي، شايفك ان انت شكاك، وشايف ان انت يعني بتصطنع المشاكل معاه، بتصطنع المشاكل، مع ان انا شايفك انت رد فعل مش فعل. هو شايفك كده. الحبيب بيحب العلاقات السهله، العلاقات الهاديه. ولكن بصوا بتصعب عليه الامور، حاسس كده ان انت الدنيا مصعبه عليه. الحبيب بعد الانفصال في منهم ارتبط وعاش حياته، ده بالنسبه لك صفحه واتقفلت. وفي منهم ما زال واقف في نفس النقطه وما عملش اي جديد، ولسه متعلق باصحاب برج الثور. هو حاليا شاغل باله العمل والاموال ومستقبله، ولكن قلبه يعني ركنه على قلب على جنب خالص. يعني هو بيفكر في الاموال بطريقه قويه. الشخص ده ممكن يكون محب للمال جدا. اللي هيحصل في العلاقه دي، شايفه العلاقه لو فيها طرف ثالث هتستمر ان هي تكون متوقفه.
ولو فكر تكلمه برج الثور بلاش، علشان انت لو اتكلمت في اي حاجه هيتكلم معاك، ولكن لو اتكلمت عن علاقات على فكره هيصدك. واعتقد البعض من اصحاب برج الثور كلم الشخص ده واتصد، او ممكن ما حصلش. بس بص الاكيد هنا ان انت اتخدعت في الشخص ده، لان الشخص ده يعني سابك ومشي وانت ما تعرفش السبب، ولكن السبب كان طرف تالت، ان هو كان بيكلم حد تاني وفضل عليك يا برج الثور فمشي وسابك، وانت عرفت ان هو عنده حد بيكلمه. فدي الصدمة اللي انت تعرضت لها من الشخص ده، او الشخص ده وهو معاك كان في طرف تالت متواجد في العلاقة، انت اكتشفت ان هو خان، وده شيء انت ما تقبلوش تماما. دي كانت قراءة أصحاب برج الثور. برج الثور بكده نكون خلصنا القراءة بتاعتنا، أتمنى القراءة تنطبق عليكم. أتمنى منك تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، شير كتير لكل حبايبك وأصدقائك. كمان بالنسبة للقراءات الخاصة اتواصلوا على الواتساب الموجود في صندوق الوصف، وتدي القلب فيكم كل التفاصيل. وأشوفكم فيديو على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.